إذا متابعينا الكرام، الآن قوات الطوارئ في اليونان تواصل جهودها الكثيفة من أجل إخماد حرائق الغابات المروعة التي ضربت بالقرب من العاصمة أثينا. والآن يتواجد الآلاف من فرق الطوارئ في موقع هذه الحرائق طوال الليل والنهار في جبال كيثايرون، مدعومين بمركبات عسكرية وعشرات المتطوعين والمعدات الثقيلة. ومع طلوع النهار استأنفت مروحيات وطائرات إخماد الحرائق العمليات هناك حسب ما ذكرت شبكة ART. ويشار الآن إلى أن الحرائق تنتشر بشكل سريع في بعض الأوقات، وذلك بسبب سرعة الرياح القوية. وقالت فرق مواجهة الطوارئ إن الحريق يستمر الآن بالتوجه نحو الشرق، ويبتعد الآن بضعة كيلومترات فقط عن مدينة ميجارة العريقة، وذلك على بعد 50 كيلومتر غرب العاصمة اليونانية أثينا. والآن متابعين، وفقا للتقارير رسمية، لا يزال هناك أكثر من 1500 شخص من رجال الإطفاء بما في ذلك أفراد من رومانيا وفرنسا مدعومين بمعدات مخصصة لإخماد الحرائق يساهمون بشكل كبير جدا لمحاولة السيطرة عليها. وقال متحدث باسم إدارة الحرائق أنه تم إلقاء القبض على 13 شخص في أنحاء البلاد حتى اللحظة، وذلك على خلفية تهم بإضرام النيران بسبب الإهمال. وذكرت تقارير إعلامية أنه تم إخماد حرائق الغابات في كريت بصورة كبيرة، بينما صدرت أوامر بإخلاء عدة بلدات، وقد تدمر أكثر من 250 منزل حسب ما ذكرت تقارير إعلامية، على الرغم متابعين من أنه لم يصدر تأكيد رسمي بشأن العدد. وتواجه اليوم اليونان حرائق غابات مروعة وجبهات نارية متعددة وتزايد كبير في حجم الأضرار، وذلك مع مرور أسبوع على اندلاع موجة حرائق واسعة دمرت أكثر من 12,000 هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد المركز الوطني للمناخ بأن الحرائق التهمت حتى الآن أكثر من 6900 هكتار في خليج كورينث، حيث اجتاحت النيران هذه قرية بورتو جيريمنو الساحلية بالقرب من أثينا. وعلى الرغم من إخلاء القرية والمناطق المجاورة، إلا أن السلطات أعلنت عن تضرر وتدمير عشرات المنازل، وسط ترجيحات خبراء الأرصاد بأن المساحة المحترقة هناك قد تتجاوز 15,000 هكتار لتصنف كحريق هائل. ومن جانبه أكد وزير الحماية المدنية في اليونان إن فرق الإطفاء وصلت إلى حدودها القصوى مع التعامل مع عشرات البؤر يوميا، معلنا عن مصرع 13 شخص من رجال إطفاء أثناء تأدية واجباتهم في جزيرتي كريت وبيلوبونيز.
Europe is facing its worst wildfire season on record, with deadly fires raging across France, Spain, Portugal, Greece, and Albania. So far, nearly 2.4 million acres have burned, more than double the average for this time of year. In Spain, nearly 1,000 firefighters are battling blazes with thousands. إذن متابعينا الكرام، الآن قوات الطوارئ في اليونان تواصل جهودها الكثيفة من أجل إخماد حرائق الغابات المروعة التي ضربت بالقرب من العاصمة أثينا، والآن يتواجد الآلاف من فرق الطوارئ في موقع هذه الحرائق طوال الليل والنهار في جبال كيثايرون، مدعومين بمركبات عسكرية وعشرات المتطوعين والمعدات الثقيلة. ومع طلوع النهار استأنفت مروحيات وطائرات إخماد الحرائق العمليات هناك حسب ما ذكرت شبكة ART. ويشار الآن إلى أن الحرائق تنتشر بشكل سريع في بعض الأوقات، وذلك بسبب سرعة الرياح القوية. وقالت فرق مواجهة الطوارئ إن الحريق يستمر الآن بالتوجه نحو الشرق، ويبتعد الآن بضعة كيلومترات فقط عن مدينة ميجارة العريقة، وذلك على بعد 50 كيلومتر غرب العاصمة اليونانية أثينا. والآن متابعين، وفقا لتقارير رسمية، لا يزال هناك أكثر من 1500 شخص من رجال الإطفاء بما في ذلك أفراد من رومانيا وفرنسا مدعومين بمعدات مخصصة لإخماد الحرائق يساهمون بشكل كبير جدا لمحاولة السيطرة عليها. وقال متحدث باسم إدارة الحرائق أنه تم إلقاء القبض على 13 شخص في أنحاء البلاد حتى اللحظة، وذلك على خلفية تهم بإضرام النيران بسبب الإهمال. وذكرت تقارير إعلامية أنه تم إخماد حرائق الغابات في كريت بصورة كبيرة، بينما صدرت أوامر بإخلاء عدة بلدات، وقد تدمر أكثر من 250 منزل حسب ما ذكرت تقارير إعلامية، على الرغم متابعين من أنه لم يصدر تأكيد رسمي بشأن العدد. وتواجه اليوم اليونان حرائق غابات مروعة وجبهات نارية متعددة وتزايد كبير في حجم الأضرار، وذلك مع مرور أسبوع على اندلاع موجة حرائق واسعة دمرت أكثر من 12,000 هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد المركز الوطني للمناخ بأن الحرائق التهمت حتى الآن أكثر من 6900 هكتار في خليج كورينث، حيث اجتاحت النيران هذه قرية بورتو جيريمنو الساحلية بالقرب من أثينا. وعلى الرغم من إخلاء القرية والمناطق المجاورة، إلا أن السلطات أعلنت عن تضرر وتدمير عشرات المنازل وسط ترجيحات خبراء الأرصاد بأن المساحة المحترقة هناك قد تتجاوز 15,000 هكتار لتصنف كحريق هائل. ومن جانبه أكد وزير الحماية المدنية في اليونان إن فرق الإطفاء وصلت إلى حدودها القصوى مع التعامل مع عشرات البؤر يوميا، معلنا عن مصرع 13 شخص من رجال إطفاء أثناء تأدية واجباتهم في جزيرتي كريت وبيلوبونيز.